السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا عندنا حته كده ورا البيت بتاعنا بنربي فيها طيور والحاجات دي، وطبعا انا قلت هكنسها وزي ما انتم شايفين اهو يا جماعه وانا بكنسها. عشان الفراخ بتقعد فيها وكده ولازم نكنسها. لازم انا بنضفها على طول يا جماعه عشان تبقى ايه، الطيور بتكبر لما تلقى حاجه نظيفه وكده بتكبر. لازم انا بكنسها بالاستمرار، يعني كل يومين مثلا، وطول ما انا فاضيه بكنسها. يعني ممكن اكنسها مرتين في اليوم، انا كده انا بموت في الكنيس. شايفين يا حبايبي؟ بس يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم منه كل جديد. ربنا يكرمكم يا رب. نصلي على النبي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلنا نكنس كده في حته ورا بيتنا كده سايبينها بنربي فيها الطيور كلها، فقلنا نكنسها. والنهارده بقى كان الجو هوا كده ولامم شويه ورق، فقلنا نكنسها كده للفراخ ونعمل فيديو مع بعضينا ونفرجكم على الحته اللي جنب بيتنا ديت. ده انا سايباها كده حته حوالي 70 متر، فانا سايباها لبقيه الطيور. بربي فيها طيور وربي فيها فراخ وربي فيها قنارب، بس انا بقالي فتره ما ربيتش، فجبت شويه فراخ كده صغيرين فكبروا، فقلت اكنس لهم كده ونعمل فيديو مع بعض، وعلشان القناه بتاعتنا تكبر كده مع بعضينا. ويا ريت اهم حاجه تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد اهو. وانا دقيت شويه فراخ، دقيت شويه عيش اهو الفراخ حطيتهم، والميه اهي. هما دلوقتي هيجي ياكلوا اهو. دي ميه دي يا فاحنا جماعه. بقى الحته دي بقى حلوه في تربيه الفراخ، بربي فيها الفراخ وربي فيها الطيور، اي حاجه كده بسيبها فيها. الفراخ بتحب النظافه وتحب الحته اللي هي اللي فيها طبعا دي بتمشي. اهو زي ما انتم شايفين كده هما خايفين فمستخبين في القشه، فانا قلت اطلعهم افرجكم عليهم. بس يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل